كيك الخوخ والكراميل من أحلى الكيكات اللي عملتها. سهلة جدا وطعمها خطير، متأكدة هتعجبكم وهتعتمدوا الوصفة دي على طول، والولاد والبيت كله هيحبها جدا. وأول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بصوص الكراميل. كوباية إلا ربع من السكر، حوالي 150 جرام، وهضيف عليهم معلقتين من المية، معلقة طعام اللي هي معلقة الطعام، معلقتين بس من المية، واحطهم على نار وهادية لحد ما يعملوا صوص الكراميل. طبعا بنتابعهم كل شوية. وهنا الصينية بتاعتي أنا دهنتها بالطحينة، بحب أدهنها بالطحينة، ممكن بزبدة. والخوخ قطعته بالشكل ده وهبدأ أرصه في الصينية. طبعا الخوخ قطعوه بالأحجام، أحجام واحدة تبقى كلها حجم واحد وسمك واحد عشان نضمن الكيك تطلع مظبوطة. هرصه كله في الصينية. وطبعا ممكن نستخدم الخوخ الفريش، لو مش متوفر ممكن الكومبوت اللي هو الخوخ المعلب. بعد ما رصيته كله هاخد صوص الكراميل بعد ما جهز زي ما انتوا شايفين ده لونه. خلوا بالكم عشان ما تحرقوهوش، بنتابعه كل شوية. وهضيفه كله على الخوخ بالشكل ده، هوزعه، حاول وزعوه توزيع متساوي كده على الخوخ. وبعد كده هاخد الصينية دي واسيبها على جنب. هسيبها على جنب لحد ما تهدى كده وتبرد علشان نعمل خليط الكيك بتاعنا. زي ما انتوا شايفين لونه وشكله خطير. هسيب الصينية على جنب تهدى كده وتبرد شوية، وهنجهز خليط الكيك بتاعتنا. هنا محضرة 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هضيف عليهم كوباية الا ربع تاني من السكر، وممكن نزود لحد كوباية. هضيف كمان فانيليا تكون نوع كويس، وممكن بشر ليمون. هاخد الخليط ده وهضربه كويس قوي بالمضرب الكهرباء. بعد ما اضربه كويس هضيف نص كوباية من الزبدة، ممكن نستخدم زيت بس الزبدة احلى بكتير في الكيك. هضيف كمان نص كوباية من الحليب اللي هو اللبن. وهضيف معلقتين من الزبادي العادي او اليوناني المتوفر عندنا. الزبادي بيطر الكيك قوي وبيخلي طعمها حلو جدا. هنضربهم تاني كويس جدا. وبعد كده المكونات الجافة، كوبايتين من الدقيق العادي، هضيف عليهم اكيد رشة من الملح بتظبط الكيك بتاعتنا، ومعلقة هرمية كده من البيكنج باودر. وطبعا لو في اكياس يبقى كيس متكامل. هنضرب كل الخليط ده مع بعضه كويس قوي بالمضرب الكهرباء تاني لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هو بيبقى قوامها زي ما انتوا شايفين، ماسك نفسه شوية كده. هناخد الخليط ده ونضيفه على خليط الخوخ بتاعنا والكراميل، وهنوزعه كويس قوي. مهم جدا نساوي الخليط الكيك علشان الكيك تطلع كلها مقاس واحد او قطعة واحدة. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 رف وسط لحد ما تستوي. هتاخد من 40 ل 45 دقيقة حسب الفرن بتاعنا. وبعد ما تخرج بنسيبها تهدى شوية صغيرين وتتقلب. لازم تجربوها ومتأكدة هتحبوها. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، ومستنية كل تطبيقاتكم.